السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سمك التونة. يعني عشاق سمك التونة يجمعوا هنا، بجد طعمها حلو جدا جدا ولذيذة، وبجد كلها يعني مليانة لحم، بجد حلوة خالص. عاملة زي قطع الفراخ كده من جوه، شوكها قليل، بجد حلوة جدا جدا. وهنعملها بطريقة سهلة وحلوة وجميلة، سنجاري جوه الفرن. انا هنا معايا سمكه التونه، بسم الله ما شاء الله، يعني هي كبيره، عامله حوالي 2 كيلو كده خلاص. وده شكلها عشان محدش مثلا يضحك عليك ويديك حاجه تاني يقولك ده سمك تونه. هي طازه مش متلجه، بتبقى ناعمه ما فيهاش قشره. خلاص بتفتحيها يا اما من الظهر يا اما من بطنها. بتبقى كبيره، بيبقى حجم سمك التونه بيبقى كبير خلاص. ومن جواه من جوه بتلاقي اللحم بتاعها احمر خلاص. انا هنا منضفاها وتمام. وبعد كده انا عندي الخلطه توم وبصل وكزبره وشبت وملح وفلفل وكمون وكزبره ومعلقه صلصه وفلفل حراق، وبضرب كله في الكبه مع شويه خل، يعني نص كوبايه خل كده. وبعد كده بحط سمكه التونه، وببقى مقطعه في الصينيه شرايح بصل وبطاطس، لو عندك جزر، لو عندك شرايح طماطم حطي اي حاجه تحبيها من تحت. وبعد كده هنبدا نبدأ كده. بعد كده بقى نحط الخلطة بقى على السمكة من فوق، تمام. وبعد ما نحطها نسيبها حوالي كده ربع ساعة كده، عشان ملحها يبقى كويس، تمام. وبعد كده بتدخليها الفرن على الرف الوسطاني. وبعد ما تبدأ خلاص تستوي، بتولعي لها الشواية كده حبة بسيطة بس 5 دقايق كده. بتبص تلاقي وشها اتحمر وبقى كويس جدا، بجد طعمها حلو جدا جدا. وبتاخدي الخلطة وبتحطي منها تحت، وبرش رشة زيت كده خفيفة، وبدخلها الفرن على الرف الوسطاني. بجد تحفه قوي قوي، طعمها هايل، حلوه جدا. بس يعني عشاق السمك بجد هيعرفوا طعمها حلو جدا. انا هنا حطيت شرايح ليمون وفلفل ودخلتها الفرن، وطلعت بعد حوالي كده نص ساعه كانت استوت. وولعت الشوايه وما خدتش معايا وقت، بجد حلوه جدا جدا. ممكن تعملي معاها رز، تحفه قوي وطعمها هايل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.